إن أعظم قيمة في ديننا، واسمعوا هذا الكلام وسأردده لنعيه جميعا، إن أعظم قيمة في الإسلام إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالآخرين. سأردد الكلام، إن أعظم قيمة في ديننا أنها تعلمنا أن نحسن الظن بالناس وأن نسيء الظن بنفوسنا. والآن هذا العكس، نحن نحسن الظن بأنفسنا لا نخطئ، نحن الكمال، نحن النزاهة، وغيرنا هو المخطئ، أخطأ أو لم يخطئ هو المخطئ. أي دين هذا الذي علمنا؟ أي شرع هذا الذي أدبنا؟ إن الدين الذي أدبنا هذه قيمته، أن نحسن الظن بالناس وأن نسيء الظن بأنفسنا. قالوا سكت وقد خوصمت فقلت إن الجواب لباب الشر مفتاح، والعفو عن جاهل أو أحمق أدب، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يحسى ويرمى وهو نباح. يا أخي في أسد بكورك بيخافوا منه كلهم. يا أخي الكلب بكورك الليل والنهار، زوجة يبلغ خبر ما في، قال له قصوا. يا أخي دي آداب فاضلة وأخلاق عالية سامية.